ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم عن ايجابيات العيشه في المانيا. ان شاء الله فيديو تاني هنصوره عن سلبيات العيشه في المانيا، فنتكلم اول عن ايجابيات عشان ما نسدش نفسكم عن المانيا. واللي عنده نقط تانية يكتبها لي. هتكلم عن نقط اساسيه، منها اول حاجه التعليم. التعليم في المانيا كويس قوي، وشبه مجاني من الحضانه لغايه ما تخلص الجامعه. بمعنى بتدفع حاجة اللي هو تعليم حكومي، بتدفع حاجة رمزية بسيطة على حسب كل مرحلة. والأساس إن هو مجاني، مش زي في أمريكا مثلا إن العادي إن الطالب بيتخرج من الجامعة عليه ديون مش عارف كام ألف دولار. فالأساسي إن هو خارج ما عندكش أصلا ديون خالص من التعليم. وبالنسبة للطالب اللي جاي بيدرس في ألمانيا في الجامعة، إن هو ينفع إن هو يشتغل كميني جوب جنب الدراسة بتاعته، فدي حاجة بتساعد عليه برضو إن هو يعرف يدفع مصاريفه، مع مصاريف المعيشة، يعني الإيجار أو أكل أو يحوش أو يسافر أو أيا كان. مسموح له إن هو يشتغل مع الدراسة. نقطة تانية كويسة في ألمانيا هي اليوجند أمت. اليوجند أمت ممكن ناس تشوفها حاجة عيب وضغط نفسي ومراقبة وبيدخلوا في التربية وحاجات زي كده. ممكن بنسبة معينة وعلى حسب انت وطبعك وشخصيتك وتقاليدك وكل حاجة. بس الأساسي لو هتقارنها بدولة تانية، إن حقوق الطفل أصلا مش موجودة، وإن هو بيجي على الطفل وبيتهان وبيتضرب وبيتشتم وبيتقتلوا عشان حاجات تانية كتير، ومحدش بياخد حقهم خالص. طالما أنت بتربي ابنك صح ومش خايف من حاجة، تبقى واثق من نفسك وفخور بنفسك إنك بتربي صح. ما تكونش خايف حاجة اسمها يوجد أمد أبدا، طالما أنت بتربي صح. غير السويد طبعا، السويد دي معاملة تانية خالص. أنا بتكلم عن ألمانيا. الحاجة التانية اللي حلوة قوي في ألمانيا التأمين الصحي. التأمين الصحي أي بني آدم بيجي ألمانيا لازم يكون متأمن عليه. حتى أنت بتلاحظ لما تيجي تعمل دعوة لحد في تأمين معمول له كمان. التأمين ده بيبقى يكون للطالب اللي هو جاي بيدرس، بيبقى تقريبا 105 يورو ولا حاجة. فأي حد بيبقى جاي متأمن عليه، فدي حاجة بتحسسك بالأمان. أنت عندك أي مشكلة كبيرة، بعد الشر حصلت حادثة، عملية كبيرة هتحصل، أي علاج كبير، بعد الشر ربنا يعافينا كلنا، انت عارف خلاص في تأمين في ليا ظهري كده، انا مش هيبقى علي بلاوي مثلا او ديون او حاجة زي كده. غير طبعا لو عندك تجميل، التجميل ده مش ضمن العلاج خالص. بس مش معنى كده ان التأمين مش بتدفع ولا سنت، لا بتدفع شوية. لو انت مثلا هتتحجز في المستشفى ولا حاجة، بتدفع مثلا 10 يورو لكل ليلة مثلا. لو انت عندك علاج، مش كل العلاج بتروح تجيبه من الصيدلية مجاني 100%، لا في أدوية 100% مجانية، في أدوية بتدفع حاجة رمزية. فمش معنى انك بتدفع تأمين انك هتعيش كده كله مجاني في مجاني، لا في حاجات وحاجات. انا بالنسبه لي اكتر حاجه حلوه في المانيا، او الحاجه الوحيده اللي حلوه في المانيا، ان واحد بيحس بالامان وهو ماشي في الشارع. مش زي في الدول العربيه، بس اكتر بكتير الحمد لله. يعني اكتر حاجه ان اللي هي الامان، حاسس بامان ليك وانت في بيتك، وانت ماشي في الشارع، في الضلمه مش في الضلمه، ولادك. في حاجة اسمها انك تعرف تاخد حقك، حتى لو حد مسؤول، حتى لو بوليس، حتى لو في هيئة حد ضايقك عمل لك حاجة عنصرية، ينفع ترفع قضية، انك تشتكي له، انك تعمل اي حاجة. فانت ماشي في امان كل معنى. فدي اكتر حاجة بالنسبة لي مهمة جدا في المانيا. وبالنسبة للناس اللي عندها اولاد، حاجة برضو مهمة قوي موضوع تربية الاولاد وحقوق الاطفال هنا. يعني مش بس عن موضوع اليوجد أم ده، انا بتكلم عن انك عندك ولاد هنا او في الدول العربية. ايه هي الحاجات اللي هتعملها في الأجازة؟ إيه الحاجات اللي هتعملها لما بيخلص مدرسة وواجباته؟ وقت الراحة بتاعة الطفل، إيه اللي بيحصل في الدول العربية؟ عادي بنروح النادي، بنروح محل ناكل، بنروح عند أهلنا وبنقعد. بس الطفل بيعمل إيه ساعتها؟ على اللاب، قاعد على اللاب، على التلفزيون، أي إلكترونيات كده. فين مخه؟ مفيش. في ألمانيا بقى بيكون في حاجات تانية. العادي ان احنا بنروح المكتبة بنجيب كتب بنقراها، ان احنا بنروح ملعب اللي هي موجودة حوالين البيت عندنا، بنلعب هناك في ملاهي كبيرة، في اندور شبيل بلاتس، في غابة بنتمشى فيها، بنجمع حاجات، بنتكلم عن الطبيعة، بنجمع حاجات من الطبيعة ونعمل بيها باسترن في البيت. ففي أنشطة بتنمي الجسد والروح والعقل في ألمانيا، موجودة كتيرة قوي في ألمانيا، ومش عيب. ايوه. في الدول العربيه قاعد يقول لك ايه ده، قاعد بيقرا كتاب، ايه ده مش عارف، ده هيروح هينمي حاجه ويمسك الطبيعه ويوسخ هدومه. لا طبعا. عندنا في الحضانه او في المدرسه، طالما الطفل جاي متوسخ جدا، تعرف ان هو اتبسط جدا وتعلم جدا. في الدول العربيه ايه ده انت جاي متوسخ مبهدل كده ليه، ده شكلي وحش قدام الناس. فاهمين قصدي؟ فدي نقطه مهمه قوي في المانيا. من ضمن ميزات المانيا
الجوب سنتر ده انا من طبع شغلي انا بشتغل دول شغل، فبروح الجوب سنتر كتير، بروح اترجم في اماكن تانية، فبسمع حاجات كتيرة قوي، فعندي شوية خبرة عن الموضوع ده. اللي عنده زيادة يكتب في اي نقطة عنده نقطة زيادة يكتبها، واللي عنده اسئلة طبعا يكتبها، وان شاء الله نجاوب عليهم كلهم، سواء في الكومنت او لو حاجة كبيرة شوية ممكن اطلع بشورت او بفيديو لوحده. طيب الجوب سنتر ده مميزاته، لو انت على الجوب سنتر نقول من الاول خالص، لو انت على الجوب سنتر هو بيدفع لك ايجار وبيدفع لك دخل، لو انت مش معاك اللغه ومش معاك الانتجراسيون كورس، هو بيديك الكورسات دي عشان بيهيئك انك تشتغل. هو بيساعدك انك تدور على شغل، بيساعدك انك تلاقي شقه لو انت مثلا قاعد في هايم. فهو بيساعد في حاجات كتيره قوي، بس مش معنى كده ان هو شاطر في كل حاجه. لا، الجوب سنتر لو بتدور على شغل هو بيدخل على الكمبيوتر انت مثلا معاك مؤهل كام، دراستك ايه، كورساتك ايه، انت عايز تشتغل في ايه، وبعدين الكمبيوتر بيطلع له شويه نتائج، هي دي الحاجات اللي هو ممكن تشتغل فيها. هو مش بيفكر خالص، هو مديره عايز انك خلال الشهر ده مثلا يكون مطلع 10 جوابات انت بتقدم فيها على شغل، مناسبه مش مناسبه مش فارقه. ممكن يبعت لك حاجات اصلا مش مناسبه خالص، اللي هو انتوا ازاي اصلا باعتين حاجه زي كده، هو الكمبيوتر طلعها لي لقيتها فرصه فقلت اطبعها لك عشان المدير هيحاسبني على الجوابات اللي طلعتها، ملوش دعوه بالنتيجه. لو انت على الجوب سنتر ممكن انك تستلف فلوس عشان مثلا هتجيب مطبخ جديد، عايز تشتري عفش، انك مثلا عايز تعمل رخصه مثلا، فممكن على حسب الوظيفه وشهاداتك ممكن هم يسلفوك عشان تعمل الرخصه، ممكن هم يدفعوها على حسابهم على حسب شهاداتك بتتفق معاهم. آم، انت مثلا نقلت شقه جديده، فالكاوتسون دي اللي هي الجزء اللي بيدفع في الاول ده اللي هو 3 اضعاف الايجار ده الكاوتسون، هم بيسلفوا لك مش بيدوه لك. فدي من ضمن مميزات الجوب سنتر. الجوب سنتر ليه عيوب برضو. ليه بقى؟ عشان التعليم في ألمانيا هو كويس بس مش كل الناس بتتعلم عشان الجوب سنتر. انا من وجهة نظري عشان الجوب سنتر وقف في طريقهم، انا شايفاها كده يا جماعه، فكروا فيها بالعقل. الالمان، فكروا في الالمان عندهم، نتكلم قوي عن العرب احنا بندخل المدرسه اعدادي ثانوي جامعه اوتوماتيك، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، دايما عايزين نطلع الاوائل، مفيش حاجه اسمها اصل انا بعد الثانوي هريح سنه كده وهتفسح شويه وبعدين ادرس، وبعدين وانا بدرس الجامعه اصل كانت صعبه عليا فمش هكمل، اصل الجوب سنتر هيدفع لي، اصل انا ممكن اعمل اوسبيلدونج. مش حاجه اسمها كده، عشان انتوا عندكم الاوبشن دي موجوده. معلش بنتي ندهتني، حبل افكاري اتقطع. فهم عشان عندهم اوبشن ان احنا مش هنكمل الجامعه عشان في حاجه اسمها اوسبيل وفي حاجه اسمها جوب سنتر هيدفع لي، فانا ممكن اتكاسل. فدي بيخليهم هم ما يكملوش الجامعه دي. كل معظم، مش كل، ليه معظم الالمان مش معاهم شهاده جامعيه، دي بيبقى عندهم اوسبيلدونج عشان الموضوع ده ليهم بلان بي، فاهمين قصدي؟ لو مش موجود يعني هيشدوا حيلهم، فاهمين قصدي؟ انا شايفه كده، معرفش انتوا ايه رايكم في الموضوع ده. طيب بالنسبه للاربايتس اجنتور، دي حاجه تانية، هي ممكن تكون في نفس المبنى بس هي حاجه تانية. لو انا مثلا اشتغلت لمده سنه كامله، مش سنه الا اسبوع، يعني الاجازه مش محسوبه، سنه كامله كان عقدي كامل، ومش انا اللي استقلت، الشغل اللي مشاني، ساعتها يحق لي ان انا اسجل على الاربايتس اجنتور. اول ما تعرف انك هتمشي بتبلغهم، مش بعدها، عشان ما تعمل ما يكونش فيه بلوك كده 3 شهور. بتبلغهم انا كان عقدي اهو، والعقد اهو، والكندجون اهي، انا اشتغلت سنه فهم مشوني، هم اللي مشوني. فساعتها لمده 6 شهور بيدفعوا لك 86 او 87 او حاجه كده، في نسبه معينه بيدفعوها من مرتبك اللي كنت بتاخده لمده 6 شهور، وبيدوروا لك على شغل، بيدعموك ويدوك مهلة انك تدور على شغل تاني. طب لو اشتغلت سنتين متواصلين مش سنة سنتين الا كام شهر او الا كام اسبوع، سنتين متواصلين اشتغلت في شغلك وهم اللي مشوك، مش انت اللي خلاص انا مش عاجبني انا عايزه اغير، هم اللي مشوك، برضه بتبلغ الاجنتور في اربايت، وهم بيدوك لمده سنه كامله، يعني دايما نص المده بيدوك لمده سنه كامله، نسبه معينه بتختلف من مدينه لمدينه وبتختلف من سنه لسنه، بيدوك نسبة معينة من مرتبك اللي كنت بتاخده لمدة سنة، وبيساعدوك انك تدور على شغل. خلاص. فدي حاجة حلوة قوي في الاربايتس اجنتور. بس برضو نفس الحاجة، بيقولوا لك انت مؤهلك ايه، شغلك كان ايه، حاجة اشتغلتها ايه، بيسجلوها عندهم في الكمبيوتر، والكمبيوتر بيطلع اقتراحات لحاجات تشتغلها. مش كلها مش كلها بس معظمها، مش كلها مناسبة ليك، مش هتعتمد عليها طبعا هي بس، مستحيل. هم حتى بيقولك انت دور بطريقتك، وكل شهر طلع لي كده زي تابلة كده فيها كل الحاجات اللي قدمت عليها وامتى وقالوا ايه ومش عارف ايه.
موضوع كده، بس هي يعني من الآخر ليها مميزات برضه. طيب من ضمن إيجابيات ألمانيا إن الشغل هنا موجود بكثرة، موجود كتير أوي، ومش عيب، مش حاجة اسمها عشان أنت بتدرس فلازم تشتغل أنت مثلًا محتاج دخْل فهتشتغل حاجة صغيرة، فتشتغل بايع مثلًا أو في بوسطة أو في حاجة زي كده، فلأ عيب إنك شغال حاجة زي كده وأنت أصلًا مثلًا مهندس أو دكتور، لأ الشغل هنا موجود كتير ومش عيب، أنت بتشتغل عشان تصرف على نفسك وتمشي في الحلال، فلأ الشغل موجود كتير، موجود بكل الطرق كلها في الأبيض عادي، ما في شغل أسود طبعًا موجود، بس إحنا بنتكلم على الشغل الأبيض. وطبعًا أنت لو بتشتغل بتدفع ضرايب زي ما قُلنا، بتدفع تقريبًا 40% من ضرايبك، وعلى حسب أنت متجوّز أو لأ، عندك أطفال سنّهم قد إيه، بيدرسوا مش بيدرسوا، بتختلف طبعًا النسبة أنت Steuerklasse 4 والّا 8 والّا 0 والّا إيه بالضبط، على حسب وضعك الاجتماعي. الضرايب اللي أنت بتدفعها دي في المقابل بتاخد تأمين صحّي، بتاخد تأمين على البيت، على الحاجات، بتاخد تأمين وبتاخد خدمة. شوارع نضيفة، في حاجات كتيرة مجانية، في فُسح، في نضافة، في أمان، في كل حاجة، كل حاجة يعني الضرايب دي مش بتتاخد في جيبهم زي في دول تانية، لأ بتدفع ضرايبك بتاخد منها مقابل، ومن ضمنها إنك لمّا زي ما قُلنا بتكون أنت مش بتشتغل، في نسبة بترجع لك، ده من ضرايبك على فكرة. والطلبة ما لهاش ضرايب، الطلبة هم بيبوسوا إيديهم، ادرسوا، ادرسوا، خلّصوا بيعملوا كل حاجة عشان الطلبة تدرس، الطلبة ما لهاش ضرايب، تأمينها زي ما قُلنا تقريبًا 105€ على حسب برضه المدينة. طيب أنا كاتبة طبعًا نُقط، في نقط كده هاقراها معاكم، فأنا هابُص على الورقة معلش. من ضمن الحاجات اللي هترجع لك في ضرايبك أو الحقوق اللي أنت بتاخدها في مقابل إنك تدفع الضرايب، الطرق معمولة، المواصلات كويسة، بتدفع طبعًا مواصلات بس المواصلات كتيرة، متوفرة ونضيفة، على طول بتتصلّح، هتلاقي عندك الصحة والتأمين، التعليم كويس، الشغل، السكن، الفُسح، يعني كل حاجة بيعملوا حسابها، يعني مش زي ما قُلنا مش بيحطّوا فلوس في جيبهم، بيدّوك مقابل ليها. فاللي عايز يعيش في ألمانيا هيفكّر إن هو هيعيش عيشة كريمة، هيعيش عيشة فيها روتين، شغّال مَكَن، شغّال، 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 system كده، والحياة ماشية كويسة، ماشية في أمان، بس مش هتعرف تحوّش، في ناس هتعرف تحوّش لو هو وهي بيشتغلوا، أو بيشتغل مثلًا شغلانة كويسة وبيقبض، أو بيشتغل شغلانتين 3 وبيقبض كويس أوي، بس الأغلبية في ألمانيا بيعيشوا عيشة بيعيشوا فيها عشان يكونوا مرتاحين وحاسين بالأمان، وكل الخدمات الإنسانية متوفرة، بس صعب إنك تحوّش. وإن الشغل في ألمانيا في حاجة اسمها Mindestlohn، إنك مثلًا بتشتغل إن صافي المرتب هيبقى مثلًا الساعة ب10€ مثلًا، مش حاجة اسمها أصل الشغلانة دي هتقبضني 50 500€ وشغلانة زيها في مكان تاني هتقبضني 5000€، لأ هي بتبقى في نسبة معينة كده أنت عارف إنك هتشتغل مش هتقل عن كده، واللي بيشتغل mini job اللي هو بياخد مثلًا دلوقتي بقت 500 وشوية تقريبًا يورو في الشهر، مش عليك ضرايب عليها. ففي كده ليك حقوق كده واضحة، الدنيا واضحة معاك لازم تعرفها وتاخد حقك. وفي حاجة اسمها لما آخر السنة لما بتخلص بتعمل شوية أكلاغ إنك بتشتغل فبترجع لك ضرايب من الشغل اللي بتشتغله ده، و... وعلى حسب الشوية بغاتا بتاعك كويس قد ايه ممكن يرجع لك فلوس على الأكل اشتريته ولبس اشتريته بنزين حاجات اشتريتها ضرايبك بترجع لك بأثر رجعي 4 سنين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، شيروه للناس عشان يستفادوا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.